السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدا الفيديو ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم، انه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم امين. النهارده مع اجمل خبر ممكن تسمعه في حياتك كاهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او اي شخص بيحب محمد ابو تريكه امير القلوب. خبر مهم جدا، وهو رفع اسم محمد ابو تريكه من قائمه الارهاب. اللهم لك الحمد. والله العظيم الخبر ده فرحني جدا جدا، علشان مش علشان تريكة اهلاوي، انما علشان كل اللي طلع وقال ان ابو تريكة وحش وانه جاسوس وانه كذا وانه كذا. تريكة اكتر لاعب ادى للمنتخب وعمل تاريخ مع المنتخب، وكل العالم بيحبه وبيتحاكى بيه. واللهم لك الحمد والف مبروك يا ابو تريكة. والله العظيم يا جماعة انا متأكد ان كل الناس فرحانة للراجل ده، زملكاوية قبل الاهلاوية. يعني بجد الخبر جاي في وقته، الخبر جاي في وقته. الواحد اتفرج على المباراة النهاردة وهو مبسوط جدا وفرحان قوي، وبعيدا عن انه كان لاعب كرة قدم، انما ابو تريكة على المستوى الشخصي راجل في قمة الادب، وما كانش يستاهل ان بعض الاعلاميين، وكلنا عارفين انا بتكلم على مين، يتكلم عليه بأسوأ كلام ممكن تتخيله. بعض الاعلاميين يطلعوا يتكلموا عليه بأسوأ كلام ممكن تتخيلوه. انت متخيل ان ابو تريكة في يوم قال لك ان مسيري، في يوم هرجع لبلادي، بدل المرة كذا مرة قال الكلام ده. يعني كان عنده امل في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يظهر الحق، وربنا حقق امله. تصدقوا يا جماعة، انا اعرف ناس زملكاوية متعصبين جدا، ولما تيجي تكلمهم عن ابو تريكة يتكلم عنه بمنتهى الاحترام ويشكر في الراجل ويمدح فيه. سبحان الله العظيم، محبة الناس كنز عظيم جدا. وانا كنت بجهز فيديو اتكلم فيه عن مباراة الاهلي النهاردة والترجي اللي هتتلعب النهاردة، والاخطاء اللي ممكن يقع فيها النادي الاهلي، لكن حبيت ان افرح كل شخص بيتابعني او مش بيتابعني وبيحب ابو تريكة بالخبر الجميل ده، وهو رفع اسم ابو تريكة من قائمة الارهاب. الله اكبر. وان شاء الله نفرح فرحة تانية النهاردة بعد مباراة الترجي والأهلي بفوز الأهلي في تونس، واشوفكم على خير بعد المباراة. سلام.